هنيجي نتكلم على الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي الحمد لله الحمد لله. انا التوقعات اللي توقعتها فلتت مني في بعض الحاجات اللي احنا المفروض اتكلمنا فيها. انا يعتبر بالنسبه لو هنبص للتقييم كم من 10، انا جبت من ال10 ماتشات اللي هم لعبوا في الجوله الاولى انا جبت 7 من 10. يعني احنا عندنا دلوقتي الفوز بتاع ليفربول انا اتكلمت عليه الحمد لله. حصل فوز ليفربول. التعادل بتاع استون فيلا ونيوكاسل، حصل تعادل ما بين استون فيلا ونيوكاسل. انا قلت برايتون فولهام هيتعادلوا، بس برايتون فاز. برضو في اللي هو انا قلت قصدي برايتون هيفوز وهم تعادلوا. برايتون فولهام تعادلوا 1-1 وانا كنت متوقع ان برايتون هيفوز. تاني حاجة عندنا ساندرلاند ووست هام. انا قلت ساندرلاند هيكسب. وست هام متمارس في الدوري الانجليزي بقى فترة طويلة، فرقة المفروض اللي هي لها ثقافة وستايل. ساندرلاند بالتدعيمات اللي عملها بالشغل اللي عمله في الانتقالات الصيفية قدر يفوز على وست هام وبنتيجة كبيرة 3-0. عند حضرتك برضو انا قلت فوز توتنهام على بيرلي وحصل. فوز السيتي على الولفز كان طبيعي ومنطقي مع التدعيمات اللي عملها السيتي مع اسم السيتي والمستوى اللي فيه وولفرهامبتون مع بعض النجوم اللي طلع منه في الفترة اللي فاتت. طبعا في الانتقالات قلنا فوز نوتنجهام على برينفورد وحصل تعادل تشيلسي وكريستال بالاس. انا عندي ثقه السنه دي كريستال بالاس هيعمل زي الموسم اللي فات، ممكن يكون افضل كمان. وهيبقى منافس، مش منافس يعني كان منافس في الدوري شرس. يعني لما هيتغلب بصعوبه، ولما يخسر نقط بصعوبه. عندك برضو الارسنال واليونايتد. انا يعني ايه، الارسنال هو فاز كده، يعني انا مش هتكلم، انا ليفربولي بس ما بشجعش ارسنال، بس مش ده المستوى الارسنال. حتى لو كان يقدر يفوز على اليونايتد مش ده المستوى اللي كان المفروض يظهر بيه. يعني كان مستوى مش جيد بطريقه كبيره. في مشاكل كتير عند ميكيل ارتيتا المفروض يعني يتجاوزها. الجمل والشغل بتاع المدرب المفروض يبقى باين بين اللعيبه وبعضها، المفروض يظهر. ممكن يظهر الكلام ده مع الوقت. اليونايتد كان افضل بنسبه ما عن اليونايتد السنه اللي فاتت شويه. هو انا كنت متوقع تعادل، الارسنال فاز. الطبيعي بقى اللي انا شفته اللي هو برضه الحاجه اللي انا كنت متوقعها، بس كنوع من انواع الثقه في مش في ليدز والمدرب بتاع ليدز، لان انا المدرب كويس برضو. وفكر ليدز اللي هو فكر هجومي قدام ايفرتون كسب 1-0. بصراحه انا شفت ليدز كان ضاغط ايفرتون تقريبا كل ماتش. فانا خسرنا عندنا ماتش. انا قلت تعادل فولهام، ده انا قلت فوز فولهام حصل تعادل. قلت فوز قلت تعادل ساندرلاند ويست هام حصل فوز لساندرلاند. قلت تعادل ما بين ارسنال ويونايتد حصل فوز للارسنال. وهم دول الثلاثه من ال10 ماتشات اللي انا خسرت فيهم، يعني قلتهم توقعتهم غلط. فبنسبه كبيره انا جبت كده 7 من 10.